ياو امجد الجوكر اوعى تصدق. فتاتان ترتديان عباءات وترقصان بشكل صادم. ما عقوبتهما الآن؟ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو متداول لفتاتين ترتديان عباءات وهما تؤديان راقصات غير لائقة داخل عربة مترو الأنفاق. يا جماعة بصوا، أنا طالعة بس أقول لكم على حاجة عشان دماغكم بس ما تروحش لبعيد. إحنا تمام، إحنا كنا راكبين المترو والمفروض إن إحنا نازلين آخر محطة، فقبل آخر محطة دي الناس كلها نزلت وهما تؤديان راقصات غير لائقة داخل عربة مترو الأنفاق، مما أثار استياء الركاب الذين وجدوا أنفسهم أمام مشهد صادم. المقطع الذي انتشر بسرعة أظهر الفتاتين تتحركان بإيقاع موسيقى بينما يحاول بعض الركاب تجنب النظر، بينما قام آخرون بتصوير الموقف. رد فعل السلطات: تحركت وزارة الداخلية على الفور، حيث تم تحديد هوية الفتاتين وفتح تحقيق عاجل. فقبل آخر محطة دي الناس كلها نزلت، فبعد ما الناس كلها نزلت قلت لها تعالي نعمل فيديو. والله ما لكم عليا حلفان، احنا الفيديو دوت منزلينه مش عارفين اللي هو هيوصل للترند ده. والله يا بنتي. فبعد ما وصل للترند ده ولقيت التعليقات والكومنتات وكلام ما ينفعش يتقال وكده، فاحنا انتوا ما تعرموش بظروفنا. احنا عامة شقيانين من 10 الصبح ل 11 بالليل. 11 بالليل ماما تعبانه، انتوا ما تعرفوش نيتنا يعني ايه. امي تعبانه وعامله عمليات، احنا نفسنا ناخد فلوس من واحنا التيك توك، الراجل واحنا الست في البيت. يعني انتوا بتهاجمونا بدل ما تقفوا معانا. يعني بدل ما تقفوا معانا يا جدعان، احنا عايزين اصلا ناخد فلوس من التيك توك. نفسنا ناخد فلوس من التيك توك. بعض المستخدمين هاجموا الفتاتين: المترو مكان عام مش مسرح. بينما دافع آخرون: مجرد سعادة عابرة مش جريمة. مصير الفتاتين: حتى الآن لم تعلن العقوبة النهائية، لكن الواقعة تثير نقاشا حول حدود الحرية الشخصية في الأماكن العامة. شاركونا رأيكم، هل تؤيدون ما فعلته الفتاتين؟ أم أن المترو ليس مكانا للرقص؟ اكتبوا تعليقاتكم.